رجل هذه كيف مو بلنتي؟ والله أنا أتكلم جد، أتكلم بعيدا عن الهلال قوي، الهلال يفوز، الهلال متصدر، هذه كيف مو بلنتي؟ الهلال كان متقدم 2-0، هذه اللقطة كانت موجودة بعدها، مفروض انه بلنتي، يضيع الحزم، يسجلها الحزم، تتغير المباراة، صح ولا لا؟ ما تتغير، بس الحزم اكيد انه يتحمس وعلى التعادل وينضغط الهلال، مشاها الحكم، الصراحة شيء غريب، لكن انتظر المحللين التحكيميين نهاية اليوم ويشوف هل هذه فيها شيء ولا بس النصر نستفيد على قولاتهم يركزون على النصر وماني تدخل وكومان ما تدخل فننتظر ونشوف. في مباراة الهلال والحزم الآن نشوفوا نيفيز من فين صنع الكورة لسافيتش، هذا المفروض انه في الخطة مدافع، يعني بتشوفوا المدافع ما شاء الله بلمسة واحدة كيف وصل الكورة، سافيتش بس سوى كذا كذا بوجهه حتى دخلت الهدف، جنون. هذا نيفيز، هذا أهم لاعب في منظومة إنزاغي، عشان كذا إنزاغي كل يوم هاي نيفيز جدد، إدارة الهلال هاي نيفيز جدد، إنه لاعب مو طبيعي، لمسة واحدة يغير لك مجريات المباراة عادي. الهلال الآن يتقدم على الحزم بهدف، يبغى يأكد على الصدارة قبل مواجهة النصر والقادسية، خلونا نشوف. فولو لايك يا أخوان، السلام عليكم. رب العباد خلص الكلام، ورب العباد ما مر لاعب في تاريخ الدوري السعودي عنده هذه الرؤية للملعب وهذه النظرة وهذا الروقان في وسط الملعب. ما قد شفت لاعب في وسط الملعب مر في تاريخ الدوري في له هذه الشمولية تماما. هذا لازم يجدد، لا حد يقول لي الهلال اللي يخرج منه ما يتأثر، من يكون غيره جاو مشي وغيره، هذا لازم يتجدد له بالقوة. اتصرفوا، سووا اللي تقدروا عليه، ما يخرج والله لو تجلسوه غصب، هذا لازم ما يخرج من الهلال. مني متخيل اي بديل له، مني متخيل جمالية في اي لاعب وسط في العالم بداله، كل اللي متخيلهم مستحيل يجوا، زي بدري زي بيلينغهام، مستحيل. نبغى در روقان قدام الجار عشان نحسمها من بدري. يا اخوان دقيقة بالله دقيقة، هذا وش اللاعب هذا؟ وش والله العظيم لاعب عقلية كبيرة جدا، ما هم اللي خارج الملعب، هذا ما هم ولا فكر فيه. ترى قليل تحصل لاعب مثل العقلية هذه. العالم اللي خارج الملعب هذه مستحيل يفكر فيه، مستحيل يعطيها وجه. انا اهم شيء اقدم فيها المستطيل والاخضر، ما علي من اللي برا اتركه برا، يدخل ارضية الملعب ينسى شيء اسمه شيء خارج ارضية الملعب. يا اخوان اللاعب هذا بعيدا عن النصر هلال متعصب ماني متعصب، يا اخوان خروج اللاعب هذا خسارة على الدوري السعودي، ورب الكعبة خسارة. روبن نيفيز شيء ثاني يا اخوان، صنع هدف ورب الكعبة من لا شيء اعطاها سافيتش امام الجول، بس طقها دخلها، بس شيء غير طبيعي، ورب الكعبة شيء غير طبيعي. خلينا نشوف اهدفه يا اخوان، برا 18 انتهى هدف. وين المحاولة والدفاع بعد كلمة يا محمد عند روبن نيفيز. جمهور الهلال العزيز تسمع نصيحتي، روح للنادي اليوم، لازم يجدد اللاعب هذا، لازم يجدد. إذا ما جدد ترى هو الهلال، ورب الكعبة الفترة هذه روبن نيفيز هو الهلال، غيره لا تكلم، لا تقول لي لا سافيتش ولا سالم الدوسري ولا أضيرتك ولا ثيو ولا يمين ولا يسار. اللاعب هذا هو الهلال، هو محرك الهلال، هو اللي يدافع، هو اللي يهاجم، هو اللي يصنع، هو اللي يسجل، متكامل. السلام عليكم. ايوه تراك مثل هذا يا هلال، يا هلال هذا لو نقدم جاهية كلنا يا مشجعين، انت رجال ما يروح. روبن نيفيز انا ما ادري المستوى ذا هو وداع لنا انك تقدم مباراة خرافية نفس المباراة اللي قبل شوي. روبن نيفيز ما يدري انه جاب تقييم 10 من 10 قبل تنتهي المباراة الدقيقة 64. لا اله الا الله، روبن نيفيز هو قلب الهلال النابض. انا ما عندي تصور فعلي للمشهد اني اشوف الهلال بدون روبن نيفيز، والله العظيم يا جماعة. قل اللي تبي عزيزي المشاهد، انا ما راح اتكلم في اي موضوع الا روبن نيفيز، والله العظيم ما ابغاه يطلع، والله العظيم لو طلع انها خسارة كبيرة لنادي الهلال وخسارة كبيرة للدوري السعودي. يا اخي لاعب في لحظة ممكن يغير لك مباراة كاملة. يا هلالي شفت اليوم ايش سوى نيفيز في الاساس، بس شيء بسيط من اللي قاعد يقدمه نيفيز من 3 سنوات. والله العظيم انا اتمنى خروج نيفيز، ليه؟ لانه صراحة مع خصم يلعب ضدي، ولاعب مثل نيفيز خامة نيفيز اكيد يخاف منه اي نادي او اي جمهور. مسألة خروج نيفيز من الهلال ترى بالنسبة لجمهور الهلال كارثة، وصعب تعويض نيفيز. ترى نيفيز ما راح يتعوض صدقوني،
ما في لاعب بالخامة هذه. لاعب يصنع، يسجل، يدافع، يهاجم، يسوي كل شيء في كرة القدم. يعني محور متكامل، وأي مدرب يتمنى اللاعب مثل نيفيز. يعني الهلال لو فرط فيه راح يعاني البديل نيفيز، لأن ما راح تلقى نفس نيفيز أبدا أبدا أبدا. تلوموني يوم كنت أقول جوجل ماب الملعب. شوف الاسيست، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. ما عاد في أحد يا أخوان في الزمن ذا يسوي اسيست من المنطقة ذيك، ما في. انقطع وذولك ايام الجاهليه. دقيقه اقسم بالله اني رحت بطلع الترتيب وجيت انصدمت. دقيقه خليك من الهدف، خليك من اي شيء بالحياه. ابوي انت ايش جابك انا؟ ايش جابك؟ عيال انا اخر شيء اتذكره في الدوري السعودي ان النصر كان متصدر، النصر كان حاسم الدوري وكان رايح وخالص 35 نقطه. انا ساحب يا اخوان والله العظيم، ما عاد انزل مقاطع عن الدوري، خلاص قاطع الشيء ذا. قاعد احاول اني ادور محتوى وشيء افضل اقدمه لكم. في محبين ردات الفعل، في امور كثير، ولكن بنقطع المده خفيفه. لكن رجعت الحين ليش؟ اذكر النصر واقول له والله العظيم اني ودي انكم تحققون الدوري صراحه عشان رونالدو يحتفل، ولانك فريق كبير وجمهور كبير تستاهلون كل خير. ولكن نصيحه مني، ترى هذا تعرف بشرح لك، بعطيك مثال في الحياه. اخوك الصغير اذا اعطيته جوال وجيت بتاخذ منه وش يسوي؟ مستحيل يفكه. ترى هذا هو الهلال، اذا مسك صداره خلاص تتعجز، تركض وراه، تعدي، تحاول، يا ولد تكفى، وقف يرحم امك، خلاص دقيقه ما فيه، خلاص راح. الف مبروك للهلال، الف مبروك لجمهوره، تستاهلون مستوى عظيم والله. النصر نشوف مستواكم اليوم، بالتوفيق لكم جميعا، الله يوفقكم ان شاء الله. خبر سيء لنادي الهلال قبل مباراة الديربي قدام النصر، إصابة متعب الحربي في التسخين في مباراة اليوم، والإصابة كانت شعوره بآلام في العضلة الخلفية. والأسوأ من هذا كله أن متعب الحربي قبل شهرين جته إصابة في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وغاب أكثر من شهر. أي تمزق حتى لو كان خفيف جدا أو انزعاجات في منطقة الإصابة الأخيرة اللي أصيب فيها متعب الحربي، معناها متعب الحربي خارج تشكيلة نادي الهلال قدام النصر. هذه أولى الإصابات قبل الديربي الكبير بين الهلال والنصر. شوف الفرق بين أجانب اللي يلعبون في الهلال والأجانب الأفريقيا الثانية. تخيل عزيزي المتابع أو المشاهد، سافيتش في دوري روشن فقط لعب 73 مباراة، سجل أو ساهم في 45 هدف، يعني ساهم في 45 مساهمة. تخيل المنافس مين؟ النصر، بروزوفيتش وتافيو 34 مساهمة في دوري روشن. عشان كذا اختيار نادي الهلال في اللعيبة الأجانب أو خامة اللاعب مثل سافيتش أو نيفيز أو أي أجنبي يعني في الهلال، هذا لاعب واحد ساهم المساهمات هذه. فعشان كذا الهلال قاعد ياخذ بطولات، انه جايب لاعب يساهم ويسجل ويصنع ويسوي كل شيء. لكن النصر او الانديه الثانيه سوء اختيار الاجانب. والله انصدمت صراحه بالمعلومه هذه او بالاحصائيه دي. في جاب سافيتش ونيفيز، جاب بينه وبين اللاعبين المحليين او الاجانب. يا هلاليين وينكم؟ 1000 تريليون مبروك الفوز، 1000 تريليون مبروك يا خرقة. تبغاني اتعطل؟ ردد يا ليل بطولك، ردد يا خرقة يا ليل بطولك، لا اتعطل. صراحة نيفيز نجم المباراة، نيفيز عمل كل شيء في كرة القدم، يدافع ما شاء الله، يقطع كورة، يهاجم، يعني تحصلونه دفاع وشوية يهاجم، تحصلونه في مناطق الخصم ما شاء الله. عمل كل شيء اليوم في كرة القدم نيفيز. ابى اقول شعر لنيفيز مني له، ويتمنى انه يوصل الشعر. يا نيفيز انت مثل الايس كريم، اللي ناكل الايس كريم في الحر، انت مثل الايس كريم لما ناكلك نحس ببروده. يا نيفيز انت مثل العسل السدر، اللي عنده سحر يشرب عسل سدر ويفك منه السحر. يا نيفيز انت العسل والملح وكل حاجه. يا نيفيز انت الحنه حق الشعر اللي يخلي الشعر يطول. كيف الشعر يا هلالي؟ لا اعرف اقول شعر. اتمنى نيفيز يسمع هذا الشعر، فلذلك اتمنى ان نيفيز يجدد وما يروح. 1000 تريليون مبروك. ويا خرقة تبغى الصداره؟ ردد يا ليل بطول. لا تعطل يا خرقة، لانه الهلال اذا مسك الصداره خلاص ما يفرط فيها. ودحين نتابع ان شاء الله الخرقة والقادسيه، ويا رب تعطل الخرقة بهزيمه ولا تعادل. سلام. الجزء الجاي معمول بالذكاء الاصطناعي عشان نتجنب أي مشاكل في القناة. تقدر تكمل المشاهدة أو تسيب الفيديو، وما تنساش تعمل لايك وتعليق، وشكراً على المشاهدة. فوز ساحق للهلال 3-0.
بس الموضوع أكبر من النتيجة دي بكتير. الهلال مش بس كسب الحزم، لأ، ده بيأمن صدارته لدوري روشن السعودي قبل أهم ماتش في الموسم كله، الديربي. يعني الفوز ده كان رسالة واضحة جداً ومش مجرد 3 نقاط وخلاص. طيب السؤال الأهم دلوقتي، إزاي الهلال قدر يعملها؟ يعني إيه اللي حصل بالظبط؟ إيه التكتيكات واللحظات الحاسمة اللي خلته يدخل الديربي وهو في أقوى وضع ممكن؟ يلا بينا ندخل في تفاصيل الماتش ده ونشوف إيه اللي حصل سوا. نرجع بالزمن ليوم 8 يناير 2026. كل الأنظار كانت متوجهة لملعب المملكة أرينا. الماتش ده كان عليه ضغط كبير جداً على الهلال، كان لازم وبأي تمن ياخدوا ال3 نقط عشان يفضلوا في القمة، والأهم عشان يدخلوا الديربي بمعنويات في السماء. طيب الأهداف ال3 بقى إزاي جت؟ القصة هنا إن الهلال بهدوء وثقة غريبة قدر يفكك دفاعات الحزم واحدة واحدة ويسجل ثلاثية خلصت على الماتش تماماً. الأهداف دي نفسها جت في توقيتات نقدر نقول عليها قاتلة. بصوا كده، الهدف الأول في الدقيقة 29 وده اللي فتح الماتش للهلال، بعده الهدف الثاني في الدقيقة 56 وده اللي قضى على أي أمل للحزم إنه يرجع في المباراة. أما الهدف الثالث فده كان فعلاً رصاصة الرحمة اللي أكدت الفوز الكبير. بس طبعاً كل هدف من دول وراه حكاية بطل سجله وبطل تاني عمل الأسيست. فيلا بينا نتعرف على أبطال الليلة دي اللي صنعوا الفرق بجد. الهدف الأول ده كان لوحة فنية، مثال للتفاهم بين اللاعبين. شوف الجمال، تمريرة ولا أروع من البرتغالي روبن نيفيز والصربي سافيتش في المكان الصح بالظبط عشان يحطها في الجول ويفتح شهية الهلال. الشغل الجماعي ده هو اللي مهد الطريق لكل اللي شفناه بعد كده. أما الهدف الثاني لا، ده موضوع تاني خالص. تسديدة روبن نيفيز كانت فعلاً زي ما بيقولوا كده صاروخية، قذيفة بمعنى الكلمة، من بره منطقة الجزاء راحت سكنت الشباك على طول. الهدف ده ضاعف النتيجة وخلى الهلال يلعب وهو مرتاح ومسيطر تماماً. وطبعاً عشان الليلة تبقى كاملة كان لازم داروين نونيز يحط بصمته. في الدقيقة 90 بالظبط المهاجم الأوروغواي بيسجل الهدف الثالث، هدف قضى على أي شك وأكد إن الليلة دي هلالية بامتياز. طيب الفوز ده معناه إيه في الصورة الكبيرة لسباق الدوري؟ هل هم مجرد 3 نقط وخلاص؟ الإجابة ببساطة لأ. أهمية الفوز ده بتتخطى بكتير مجرد نتيجة الماتش. 18، تخيلوا الرقم ده معايا، 18 انتصار ورا بعض. بعد الماتش ده الهلال وصل ل 18 فوز متتالي. دي سلسلة انتصارات مرعبة بتثبت إن الفريق ده مش مجرد فريق قوي، لأ، دي ماكينة أهداف وفوز شغالة بكامل طاقتها الموسم ده. وبال3 نقط دول رصيد الهلال بيوصل ل 35 نقطة، وده مش بس بيخليهم في الصدارة، لأ، ده بيخليهم الفريق الوحيد في الدوري كله اللي لسه محتفظ بسجله خالي من الهزايم، محدش قادر يكسبهم لحد دلوقتي. لو بصينا على الجدول هنلاقي الصورة واضحة جداً. الهلال في المركز الأول متربع على القمة ب35 نقطة، أما الحزم فبيفضل في المركز ال11 ب13 نقطة. الفجوة بين المتصدر وفريق في وسط الجدول كبيرة وبتشرح كتير. يعني لو حبينا نلخص الموضوع في كام نقطة هنلاقي إن الفوز ده حقق الهلال كل حاجة ممكنة. أولاً ثبت مركزه في الصدارة، ثانياً حافظ على سجله الخالي من الهزائم، ثالثاً وده الأهم اداله دفعة معنوية جبارة قبل الديربي، ورابعاً كمل سلسلة الانتصارات التاريخية بتاعته، يعني ضرب أكتر من عصفور بحجر واحد. كل ده بيوصلنا للسؤال الأهم والأخير، بالأداء ده وبالسلسلة المرعبة دي هل نقدر نقول إن لقب الدوري اتحسم خلاص؟ هل في أي فريق يقدر يوقف قطار الهلال السريع ده؟ بصراحة الإجابة مش عندنا دلوقتي، الأسابيع اللي جاية هي اللي هتكشف كل حاجة.